بما اننا خلاص دخلنا سنة 2025، فانا النهارده جاي اقول لكم ايه هو افضل موبايل اندرويد تقدر تشتريه في كل فئة سعرية، اذا كانت فئة اقتصادية، فئة متوسطة عليا، وفئة الفلاج شيب كيلر، واخر حاجة فئة الفلاج شيب. الخمس فئات دول هقول لكم على افضل جهاز في كل فئة، وهقول لك كمان على مواصفات كل جهاز سريعا جدا عشان تقدر تختار الجهاز اللي انت عايزه. ولكن قبل ما نبدا تشتغل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش على اخواتنا، ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. قبل ما نبتدي الفيديو خليني اقول لك، لو انت عايز تشتري اي منتج من المنتجات اللي احنا بنتكلم عنها في القناه، او حتى في بعض المنتجات ما بنتكلمش عنها، انا عامل قناه تليجرام، انزل تحت في ديسكريبشن او في اول كومنت هتلاقي لينك القناه، خش هناك وتابع، لان بننزل منتجات، وفي مثلا شواحن انكر اللي هي 30 واط الاصليه وعاملين عليها اوفر حلو جدا، وكمان في منتجات كتير جدا زي الساعات اللي بنتكلم عنها في القناه، والسماعات برضه اللي بنتكلم عنها في القناه بعد ما بنعمل الريفيو بننزلها وباسعار حلوه جدا. فلو مهتم انزل اعمل جوين في قناه التليجرام عشان تتابع كل المنتجات اللي بننزلها. خلينا نبتدي اول حاجه بالفئه الاقتصاديه، وهي فئه ما تحت ال 10000 جنيه. ايه افضل جهاز تقدر تشتريه في الفئه السعريه دي؟ بصراحه في الفئه دي في جهازين انا بحترمهم وبشوف ان هم من افضل الاجهزه في الفئه السعريه دي، ولكن انا هروح لجهاز منهم. خليني الاول اقول لك ايه هم الجهازين. اول حاجه السامسونج اي 16، تاني جهاز الاونر اكس 7 سي. الجهازين دول بصراحه انا شايفهم من افضل الاجهزه في الفئه دي، ولكن للاسف انا هروح للسامسونج اي 16 في الفئه دي كافضل جهاز تشتريه في الفئه السعريه بسبب كام حاجه كده. اول حاجه الجهاز بيجي بتصميم جامد جدا من الظهر، وتصميمه شيك ما يختلفش كتير عن السامسونج اي 55 ولا حتى سلسله الاس. الظهر من الاخر كده قريب جدا من الاجهزه الاعلى منه بكتير، فبصراحه شكل تصميم الظهر ممتاز. يمكن اكتر حاجه ما بتعجبنيش في الجهاز ده هو تصميم الشاشه اللي هي الدروب نوتش. انا مش عارف ليه لحد دلوقتي سامسونج بتحط دروب نوتش في جهاز زي ده. في اجهزه في الفئه السعريه دي بقت بهول بانش وشكلها احلى كتير، ونسبه استحواذ الشاشه اكتر بكتير من اللي موجوده في الاس 16، ولكن هتغاضى عن الحته دي عشان في مميزات تانية كتير في الجهاز ده. اول حاجه الشاشه هنا سوبر اموليد 90 هرتز، يعني معاك شاشه سوبر اموليد 90 هرتز في الفئه السعريه دي. في طبعا بعض الاجهزه 120 هرتز، ولكن بتكون اي بي اس مش اموليد. في الفئه السعريه دي ما بشوفش شاشات جامده قوي كده زي الشاشه اللي موجوده في الاي 16 من سامسونج. جهاز بيجي بمعالج الهيليو جي 99، يعني هتقدر تلعب عليه براحتك العاب بكواليتي ممتازه وباداء خرافي. طبعا مش هتقدر تلعب 90 هرتز، هتلعب على 60 هرتز، ولكن ده ستيل كويس جدا في الفئه السعريه دي. الجهاز كمان بيجي مقاوم للمياه والغبار بمعيار اي بي 54، وده شيء برضو ممتاز. في بعض الاجهزه اعلى منه بحاجات بسيطه في المعيار، وفي اجهزه اقل منه، فبصراحه ده بالنسبه لي كافي جدا. الجهاز هنا وزنه 200 جرام، فمسكته في الايد مش صعبه ومش وحشه خالص، بالعكس مسكته حلوه جدا. حجم الشاشه كمان 6.7 من 10 انش، وبكثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش، فدي كثافه بكسلات برضو كويسه، هتديك شاشه شارب، شاشه تفاصيلها كويسه جدا. الجهاز ده كمان بيجي بثلاث كاميرات، والثلاث كاميرات بيقدموا لك تجربه كويسه، ولكن الكاميرا الاساسيه بالاخص بتقدم لك تجربه جيده جدا وتجربه خرافيه ما باخدهاش من اجهزه في الفئه السعريه دي تماما. بصراحه سامسونج تفوقت على نفسها في الكاميرا الاساسيه بتاعه الاس 16، بتطلع صور حلوه جدا. وكمان بطاريه الجهاز هنا 5000 ملي امبير، يعني هيستمر معاك اليوم مفيش اي مشكله. يمكن العيب الوحيد في الجهاز هنا هو سرعه الشحن ال 25 واط، لان معظم الاجهزه اللي في الفئه السعريه بتاعته اعلى منه بحبه حلوين. ودي كانت بالنسبه للفئه الاقتصاديه. خلينا دلوقتي نروح للفئه المتوسطه. بصراحه في الفئه السعريه دي انا عجبني ثلاث اجهزه. اولهم السامسونج اي 35، تاني جهاز الريلمي 12 برو، تالت جهاز الاونر اكس 9 سي اللي لسه نازل في شهر 11 2024. ولو هتقول لي اكتر جهاز متكامل في الاجهزه دي، فهو هيكون الاي 35 بشكل طفيف، لان بالفعل الاونر اكس 9 سي جهاز خرافي ومتكامل. هتقول لي طب اني هحطه الاول؟ انا بصراحه بالنسبه لي هحط في المركز الاول الاونر اكس 9 سي، وده انا شايفه اكتر واحلى جهاز تقدر تشتريه في الفئه المتوسطه دي، لان غير ان الجهاز بيجي بشاشه سوبر اموليد وكمان 120 هرتز، الجهاز ده بيجي بنسبه سطوع للشاشه
4000 نتس، ده شيء ما بيحصلش في الاجهزه كمان الفلاج شيب. بصراحه الشاشه بتاعت الجهاز ده حلوه جدا وعجبتني بشكل كبير قوي. الشاشه كمان بتيجي بحجم 6.7 انش، فحجمها حلو جدا، هتبقى بتتفرج على المحتوى بوضوح. وكمان نسبه استحواذ الشاشه، وده اكتر حاجه عجبتني اصلا في الجهاز ده عن الاي 35، ان نسبه استحواذ الشاشه تتعدى 90%. فشكل الشاشه حلو قوي مع الهول بانش. بصراحه شكل الشاشه ممتاز، يعني الشاشه ككواليتي وكارقام كويسه جدا، وكمان كشكل حلوه جدا. ده كمان شاشه شارب جدا لان كثافه البكسلات هنا 437 بكسل لكل انش. بيجي الجهاز ده بمعالج السناب دراجون 6 جين 1، فده برضو معالج كويس جدا، وهو معالج بينافس بقوه المعالج الاكزينوس اللي موجود في الاي 35. طبعا الارقام الاكزينوس كارقام بيحقق ارقام اعلى حاجات بسيطه، ولكن الفرق مش كبير، والفرق ما يخلكش ان انت تقول لا ده الاي 35 اقوى بكتير، لا، حاجه بسيطه جدا. كمان الكاميرا في الجهاز ده 108 ميجا بكسل، وبصراحه بتقدم تجربه حلوه جدا. طبعا انت هتقول لي الاي 35 فيه 3 كاميرات والكلام ده كله، هقول لك ان انا كده كده الكاميرا الماكرو دي اصلا انا ما بستخدمهاش اساسا. فانا بالنسبه لي مقدم لي كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل تجربتها حلوه، وكمان كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل، فانا مش محتاج اكتر من كده في جهاز في الفئه السعريه دي. وكمان الجهاز هنا بيصور فيديو لحد 4K 30 فريم في الثانيه، وده شيء برضه ممتاز. يمكن الاي 35 بيتفوق في حته الكاميرا السيلفي، لان الكاميرا السيلفي بتصور 4K في الاي 35، ولكن في الاونر مش بتصور 4K، بتصور لحد 1080 بس. وكمان البطاريه بتاعت الجهاز هنا 6600 ملي امبير، فانت بتتكلم في بطاريه خرافيه. الجهاز من الاخر كده كل حاجه فيه تحفه، وكمان سرعه الشحن 100 واط، فده شيء خرافي. الجهاز ده بصراحه انا شايفه رقم واحد في الفئه السعريه دي، مع ان قبل كده انا كنت برشح الاي 35 بقوه، ولكن حاليا انا بالنسبه لي الاونر اكس 9 سي من احلى واجمل الاجهزه. بعد كده بقى لما نعلى شويه للفئه المتوسطه العليا اللي هي في حدود ال 19000 جنيه او ال 20000 جنيه، في الفئه دي انا بصراحه قدامي جهازين ممتازين جدا، ولكن برضو هختار جهاز واحد. الجهازين دول هما الاي 55 من سامسونج وجهاز الاونر 200. الجهازين بصراحه ممتازين جدا وعاجبني قوي. وبصراحه في الفئه دي الاونر 200 في السوق المصري هنا اغلى شويه من الاي 55. فرق السعر ده هيكون في فرق في الامكانيات شويه، ولكن لو هتتكلم في افضل قيمه مقابل سعر، فانا شايف الاي 55 صفقه لا يعلى عليها، صفقه خرافيه. وانا بالنسبه لي ده افضل جهاز في الفئه السعريه دي بدون منافس. جهاز بيجي بتصميم جامد جدا وشاشه حلوه قوي سوبر اموليد 120 هرتز، شاشه بتدعم محتوى الاتش دي ار 10 بلس، ده شيء خرافي. نسبة سطوع الشاشة هنا 1000 نيتس في المشاهدة العادية. حجم الشاشة 6.6 انش، وبكثافة بكسلات 390 بكسل لكل انش. المميز كمان ان طبقة حماية الشاشة هنا قوية جدا اللي هي الفيكتوس بلس، وكمان بيدعم الاولويز اون ديسبلاي. الشاشة دي بتدعم الاولويز اون ديسبلاي، يعني اكنك معاك جهاز فلاج شيب. الجهاز هنا بيجي بمعالج الاكزينوس 1480 بتقنية ال 4 نانومتر او بمعمارية ال 4 نانومتر. معالج بصراحة اداؤه قوي جدا، والجهاز مستقر جدا في الاداء، ومن احلى الاجهزه اللي بتقدم لي اداء مستقر. وبصراحه في حاجه عجباني جدا في اجهزه سامسونج الفتره دي في كل الفئات السعريه، وهي التحديثات. ان الاجهزه دي بقى يوصل لها تحديثات فوق ال5 سنين، فده شيء خرافي في الاجهزه. مفيش اي جهاز اندرويد في الفئه المتوسطه او في الفئه الاقتصاديه او في اي فئه بيقدم لك التجربه دي غير اجهزه جوجل، اللي هي اصلا كلها بتلعب في منطقه الفلاج شيب والفلاج شيب كيلر. الجهاز بيجي بثلاث كاميرات اقوياء جدا وبيقدموا تجربه خرافيه، ومن احلى الاجهزه اللي بتقدم تصوير في الفئه السعريه دي هو الجهاز اللي معانا اللي هو الاي 55. بصراحه اداؤه خرافي في التصوير، وبيصور 4K لحد 30 فريم في الثانيه، وده شيء برضه خرافي. حتى الكاميرا الاماميه هنا 32 ميجا بكسل، وبتصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه برضه. وتجربه الصوتيات مع الشاشه الجامده دي هتقدم لك تجربه خرافيه، لان الصوتيات هنا او السماعات هنا بتيجي بنظام الاستيريو، فهيبقى الصوت محيطي من حواليك، فده شيء برضه جامد قوي. وطبعا البصمه اللي تحت الشاشه اللي بتكون سريعه ولكن مش اسرع حاجه، ويمكن دي من الحاجات اللي بتضايقني في اجهزه سامسونج في الفئه الاقتصاديه او في الفئه المتوسطه او في الفئه المتوسطه العليا، ان البصمه مش اسرع حاجه. يمكن البصمه اللي في الجنب اللي في الفئه الاقتصاديه بتكون اسرع من اللي تحت الشاشه، ولكن ده شيء برضو مش حاجه يعني هنحط عليها هايب عالي. ولكن خليني اقول لك ان برضو البطاريه هنا 5000 ملي امبير، تشحن 25 واط مش اكتر من كده، وده برضو عيب في الجهاز،
لان الجهاز 25 واط في جهاز ب 20000 جنيه ده قليل جدا. فانتوا فاهميني اكيد ان كل الاجهزه دلوقتي بتتكلم في 67 واط و100 و120 و200 وحاجات كده غريبه. فبصراحه دي يمكن اكتر العيوب اللي ما بتعجبنيش في اجهزه سامسونج كلها، وهي سرعه الشحن. ولكن الجهاز هيكمل معاك وبطاريته حلوه جدا. وقبل ما نتكلم عن الفلاج شيب بتاعنا واقوى جهاز في العالم حاليا في اندرويد، خليني اقول لك على الفلاج شيب كيلر المفضل بالنسبه لي، وهو الريلمي جي تي 6. بيجي بمعالج السناب دراجون 8 اس جين 3، معالج اقوى حاجه، وبيقدم لك تجربه حلوه جدا في الالعاب وفي كل حاجه. بصراحه موبايل متكامل، ومش هتكلم عن مواصفاته كتير لان الموبايل فعلا مواصفاته كلها جامده. ولكن خليني بقى اروح للفلاج شيب بتاعنا، وهو وافضل جهاز طبعا بلا شك ومن غير نقاش في 2024 وفي 2025، هو السامسونج اس 24 الترا. الجهاز ده يا جدعان خرافي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا انت قريب الشهر ده هتشوف الاس 25، وهيكون برضو على الكلام وعلى التسريبات ان هو يكون طفره. ولكن زي ما بقول لك حتى الان قبل ما الاس 25 ينزل، الاس 24 الترا، وحتى لما الاس 25 ينزل الاس 24 الترا جهاز جبار وقيمه مقابل سعر خرافيه. اعلى معالج، اعلى كاميرات في العالم، اعلى شاشه في العالم، الديزاين ممتاز، خامات خرافيه، فريم من التيتانيوم. الكاميرات بتقدم تجربه مش طبيعيه، تصوير فيديو 8K لحد 30 فريم في الثانيه، بطاريه جامده، الاس بن، بص كله مميزات ملهاش مثيل. بصراحه ده رقم واحد بالنسبه لي، واي حد بيقرر يشتري جهاز اندرويد فئه عليا او فلاج شيب بقول له الاس 24 الترا. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات جديده. ولينك الانستجرام عندك في اول كومنت، وعندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.